عسلامة عسلامة، اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة لي باركيت القوالب متاع البركات. حاجة بنينة برشا ووصفة ناجحة، ومن اليوم باش تنساو انكم تشريو لي باركات من برا. هيا اجيو معايا باش نوريكم كيفاش نحضروهم. وبالنسبة للعجينة متاع لي باركات نستحقوا فرينة 250 غرام فرينة، عليهم 120 غرام زبدة، يعني حسب التقريب كمية الفرينة عليها شطر الكمية زبدة. 250 غرام فرينة كما قلت لكم عليهم 120 غرام زبدة، شوية ماء بارد عادي ماء عادي، والزبدة لازم تكون على حرارة الغرفة طرية كما تشوفوا، ومعهم شطر مغرفة صغيرة ملح وعظمة. وبالطبيعة كل ما تزيد في الكونتيتي متاع العجينة كل ما تضاعف كل شيء. وتو أول حاجة نبداو بيها نحطو فوق الفرينة متاعنا المغرفة صغيرة ملح، ومن بعد نحطو الزبدة، ومن بعد نحاولوا ندخلوا الزبدة في الفرينة شوية شوية، ندخلوها مش نعجنوا مي ندخلوها في بعضها شوية شوية لين تولي مبسة مرملة، يعني كما تشوفوا بالمنظر هذايا بالضبط. وتو نحطوا العظمة متاعنا ونبداو نعجنوا بشوية بشوية، بعد ما تلمت شوية نبداو نصبوا بشوية الماء عينا ميزان لين تتلملنا العجينة، وكين تحصلوا على عجينة طرية ومتماسكة كما تشوفوا لهنا. ولهنا حضرت العجينة متاعنا كما تشوفوا سمحة ماهيش حرشة وطرية كما هكا لازم تكون بالضبط. ومن بعد نحطوا العجينة متاعنا في بابيي سلوفان وإلا في ساشي اللي متوفر عندكم، وتخليوها ترتاح شوية حكاية نصيف ساعة في الفريجيدير، وإذا كان الدنيا باردة تنجموا تخليوها ترتاح لبرا مش مشكلة. حطيتها أنا في ساشي عليها نكتة زيت باش ما تلصقليش، وبعد نص ساعة جبتها باش نبدأ نحضر في العجينة متاعي. ولهنا بديت نحل فيها بالقلقال، حطيت بابي كويسون حليت فوقه كما تشوفوا لازم تكون لا هي جويدة لا هي خشينة متوسطة. وبعد ما حليت العجينة متاعي جبت القوالب اللي باش نحط فيهم لي باركيت، كما تراو هذوما القوالب اللي انا باش نستعملهم. وتويكا باش نوريكم طريقة سهلة برشا كيفاش باش تحطوا العجينة في وسط القالب متاعكم. تحطوا القالب بالمقلوب كما كيكا وتقصوا العجينة هكا زايد شوية معناها على حرف القالب باش نجموا تحطوها سهلة معناها في وسط القالب من بعد، وتحطوها كما هكا تشوفوا بالضبط العجينة في القالب متاعي. لازم يبدأ شوية خارج البرة باش تجيكم بالضبط ماهيش صغيرة. بعديكا نبقى ننزل على كل الأحرف هذوكم، نجموا ننزلوا عليهم بيدينا وإلا بالقلقال كيما تحبوا. المهم ننزلوا على الأحرف هذوكم باش نحيوهم بعديكا من على الجناب. لهنا صايي نحيت الأحرف متاعي، وبعديكا باش ننقبها بالفرشيطة على خاطر لازم نقبوها بالفرشيطة سينو تتنفخلي في الفور، ونحطوها في الفور متاعنا على 180 درجة حكاية ربع ساعة أكهو. سي حضرت البركات متاعنا كيما تشوفوا لازم يكون لونها مش غامقة ومش فاتحة، يعني متوسطة، على خاطر من بعديك باش نعاودو نحطو فيها الحشو. كيما تراو ما شاء الله وريحتها فاوحة ما نحكي لكمش، وهشوشة بالحق بنينة بنينة. الريحة نودكم ولا نشهيكم باش تنساو انكم تشريوها من برا جملة باش توليلكم ادمان كيما انا وليت لي بالضبط. وبالنسبة ل 250 غرام فرينة عملولي 12 كعبة بركات. وان بلوس أبن بياسر ملي ناخذوها لبرا بالحق بنينة بنينة برشا. ولهنا خبيتهم في ساشي تنجموا تحطوا على حسب العائلة متاعكم كل ساشي قدش فيها من كعبة وكي تستحقوا تجبدوهم. وتو باش نعملوا مع بعضنا الحشو متاع البركات. حطيت المعدنوس، شوية بصل مش برشا، وجبن مرحي اللي متوفر عندكم النوع اللي انتم تحبوا عليه. حطيت زوز صوابع جبن مثلثات، والطن نحيت منه الزيت متاعو بالطبيعة، وعظم مصموط قصيته جويت، وبالفرشيطة نخلطوا كل شيء. وبعديك حطيت عظمة باش يتلم الحشو الكل، وخلطت كل شيء وحطيت شوية فلفل أكحل وشوية ملح، وحركت كل شيء بالطبيعة. وبالنسبة للعظم لازم نحطوا عظمة باش يتلم الحشو متاعنا، وعينكم ميزانكم كان الكونتيتي متاع الحشو أكثر حطوا عظمتين.
وتويكا نبدا نعمر في لي باغيت متاعي باش نحطهم يطيبوا في الفور، ما يقعدوش برشا تويكا، حكاية كيف درجين ربع ساعة. وحضروا لي باغيت متاعنا وما نحكي لكمش على الريحة، والله صدقوني ريحة بنينة بنينة، نودكم ولا نشهيكم. فاوحة لا من البات، فاوحة لا من الحشو، حاسيلو بنة بنة. وهذه كانت الوصفة متاعي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وكان عجبتكم اكتبوا لي رايكم في لي كومونتير، وما تنسوش باش تشجعوني بالاشتراك عندي في القناة. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة، وتنقول لكم باي باي.